ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين والحمد لله. قبل ما ابدأ الفيديو بس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس بعيدا عن اللي انتوا هتشوفوه ده، عشان الدنيا كانت ملخبطة معايا ومش عارف اظبط زاوية التصوير، خصوصا لو انا بصور بالموبايل. النهاردة يوم الترويق او التظبيط بتاع الجزء اللي هو جزء التصوير اللي انا بصور لكم فيه وهصور لكم فيه كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله، والجزء المقرب الى قلبي الخاص بيا اللي بحط بيه حاجاتي وفي الدرج حاجات التصوير والكاميرات والحاجات دي. فده الجزء المقرب الى قلبي، بحب قوي انظمه وكل شويه اغير فيه حاجات كتيره. طبعا الدنيا كانت فوق بعضها والبرواز مرمي وحاجات كتيره. ابتديت بقى اشيل الحاجات اللي كانت محطوطة، وابتديت اشيل الحروف حبة حبة وانضفها ومعرفش ايه، وبعدين مفرش. انا بقى كنت نضفت الحروف ورجعتها مكانها تاني، وقلت انا عايز انظم غير التنظيم اللي انا بعملها. ابتديت احطهم من الجنب الشمال اللي هي ناحية المروحة، وخلاص كنت ثبتهم، بس لقيت الحروف مش مظبوطه، فخليت حرفي هو اللي فوق وفوقيه البرواز، لان انا لما جيت احط البرواز زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هواجه مشكله. طبعا الحاجات هنا وقعت مني اللي كانت محطوطه جوه النتيجه، وكانت حاجه ما يعلم بها الا ربنا، واتكعبلت في الباسكت. ويعني كواليس الفيديو ده مش محتاجين تسمعوها، وهنا بوريكم الشكل ايه ده. طبعا انا شلت حرف الاي من فوق وخليت حرف الواي هو اللي فوق، هنا نقلت زاويه التصوير بقى لناحيه باب البلكونه، وطلعت المروحه بره الاوضه. هي كانت مهويه عليا بصراحه يعني، بس قلت مش مهم، وهي كده كده يعني قدام باب الاوضه كانت عادي. يعني هنا كنت بوريكم بعمل لكم زوم على الحاجات اللي انا عملتها. وعايزه اقول لكم انا تعبت في الفيديو ده جدا، قعدت حوالي تلت ساعه انظم، والمونتاج معرفش احاول اقصره. وهنا كنت حطيت المصحف الكبير على الستاند، وكنت بعدل المصحف الصغير. هنا بقى ابتدت المشكلة اما جيت حطيت البرواز وعدلته وجيت احطه، معرفتش احطه على الحرف اللي كان فوق وكان كله هيتقلب، فرحت شايل الحرف اللي كان فوق وحطيت الحرفين دول جنب بعض، وحطيت حرفي فوق، وحاولت اخليه ما بين الحرفين عشان ما يتقلبش وكده يعني. ودي كانت كورة صغيرة كده حطيتها منظر، ورجعت البرواز مكانه والحمد لله ثبت وما وقعش لاول مره. معرفش عشان بصور ولا ايه، بس هو ثبت يعني بسرعه. حاولت بقى في الحته دي اسرع لكم الفيديو شويه عشان هتملوا جدا. انا حطيت الستيتش ده والجمل ده، حاولت اخلي في كل حته يعني موجود فيها حاجه كده. وهنا كنت بحاول اثبت علم مصر وما كنتش عارف اثبته، وقعدت احاول واعمل، وبرضه ما كانش فيه فايده لغايه اما قعدت احاول، ورحت انا موسع السلكه دي بايدي وراح ثبت الحمد لله اخيرا. وظبطت بقى الحاجه وظبطت الدرج ودخلت المروحه مكانها وعدلت السجاده ورجعت الباسكت اللي كان قلبني. ده طبعا الشكل النهائي للاوضه او للركن ده. قولولي ايه رايكم واكتبولي في الكومنت لو في حاجه زي